احتجاجات عراقية بدأت منذ إقرار الحكومة الكويتية بناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. هذه الاحتجاجات وصلت ذروتها خلال اليومين الماضيين عبر تهديد جماعة عراقية مسلحة للشركات العاملة في بناء الميناء. الاحتجاجات العراقية تمحورت جميعها حول المكان الذي سيشهد تشييد الميناء. مصدر الاحتجاج مبني على مخاوف من كون الميناء الجديد سيمنع السفن والناقلات الكبيرة من الوصول إلى موانئ عراقية رئيسية كميناء أم قصر وميناء خور الزبير، إذ أن خط الملاحة الذي تسلكه السفن الكبيرة يقع ضمن الحدود المائية الكويتية التي ستستغلها الكويت لبناء مينائها. وفي هذه الحالة لن يكون للسفن أي سبيل للوصول إلى الموانئ العراقية، إذ أن المياه الإقليمية العراقية غير صالحة للملاحة بسبب عمقها الذي لا يتجاوز 5 أمتار، بينما تتطلب السفن الكبيرة أعماقا لا تقل عن 12 مترا. يضاف إلى هذه المخاوف قلق من التأثير المستقبلي للميناء الكويتي الجديد على ميناء الفاو الكبير الذي أقر العراق بناءه العام 2003، لكنه إلى الآن ما زال مشروعا على ورق. العراق يقول إن الميناء الكويتي سيتبعه إنشاء خط سكك حديدية لنقل البضائع، الأمر الذي يجعل من الفاو ميناء غير جاذب للمستثمرين، وبالتالي سيصبح عديم الفائدة حسب قول مسؤولين عراقيين. الجانبان العراقي والكويتي تبارزا بالقوانين. الكويت تقول إن بناءها للميناء اعتمد على القرار الأممي رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين. الجانب العراقي رد بأن قانون البحار رقم 1982 الذي أصدرته هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة لا يعطي الحق لأي بلد بتشييد ميناء من دون أخذ موافقة الدولة المتشاطئة معه في المياه. عدنان السوادي، العربي.